المدير المالي لنادي الزمالك اتكلم، كان ليه تصريحات امبارح مهمه. قال ان هم ماشيين في اطار قانون عشان يحجزوا على اموال محمود كهربا في البنوك لحين سداد الغرامه. وهو وصف الحجز ده اسمه امر اداء، دي حاجه قانونيه يعني، وان هم ماشيين في السكه دي لحين ما كهربا يدفع الفلوس، وحجز على ارصدته في البنوك وكمان مستحقاته لدى النادي الاهلي. وقال انه 2 مليون و500 الف دولار بالفوائد، دي حصة الزمالك من قصة كهربا. وكمان الزمالك مش هيقسط ومستني كهربا يسدد هذه الغرامه، لكن هو الجديد ان هم بيسعوا للحجز على اموال كهربا. هنشوف بقى الناحيه القانونيه في القصه دي. برضو كهربا معاه محامين، وكان قبل كده اتقال فكره زي دي. محامين بتوع كهربا قالوا انه ده حكم خارجي وليس داخلي. لما الناس قالت اشمعنى عبد الله السعيد لما الاهلي خد حكم اتحجز على فلوسه، فاتقال وقتها انه وفق القانون المصري ان الحكم كان من مركز التسوية بتاعنا اللي في اللجنة الاولمبية، وبالتالي ينطبق عليه الحجز وفق القانون المصري والقضاء المصري. لكن ده حكم خارجي من مؤسسة دولية اللي هو الاتحاد الدولي او من المحكمة الرياضية، بالتالي لا ينطبق عليه. هنشوف يعني، هنشوف هذا صراع قانوني طبعا بين طرفين، هنشوف كل واحد عايز ياخد حقه من وجهة نظره.